في هذا الاثناء اللي كنهضر معاكم الشاب اللي تضرب في رجليه البارح كيتم نقله من المستشفى الجامعي في وجده نحو المستشفى العسكري بالرباط. وصلوني فيديوهات كتقول انه ما باغيينش يشدوا الكلينيكات وحالته ميؤوس منها، وكل واحد اش كيقول. لكن الحقيقه هي ان هذا الشاب يتم نقله الان بطائره مروحيه من المستشفى الجامعي في وجده نحو المستشفى العسكري بالرباط. اللي غنتمناوه هو ان هذا الشاب ما يضيعش في صحته. والناس اللي كتقول شي هضره ما كايناش، الله يخليكم ما تخلعوش الناس، راهم على اعصابهم في هذه القضيه. حنا ملي كنطالبوا بمحاربه الفساد ما يمكنش حنا نبداو نروجوا للكذب، لانه نوع من انواع الفساد واللي كينشر الاشاعه وكيزيد يشعل العافيه. راه خاصكم تفهموا ان الاحتجاج حق مشروع وما كانش خاص يتواجه بالعنف. وفي نفس الوقت ديك الشيء اللي وقع البارح كان انزلاق خايب. الضحايا ديالو هاد الشباب اللي كيتهز يمشي يتعالج، وناس اللي تسرقوا محلاتهم، وناس تحرقوا املاكهم، وعناصر قوات عموميه تضربوا. والله حتى كلشي خاسر من العنف. هضروا على حقكم وناضلوا من اجله، وخليوا لينا كيفاش ندافعوا على اللي باغيه الشعب المغربي. اما العنف راه غيضر بنا كاملين والله.